مساء الفل يا معلم. هل تعلم إن بيل جيتس أيام ما كان السي او في شركة مايكروسوفت كانت جات عليه فترة وكان بيدخل ينافسه ويراجع الكود اللي بيكتبه المطورين، وإن كان في ساعتها في إصرار كبير أوي في الشركة إن كل المطورين هيلتزموا بنفس أسلوب الكتابة الموحد، حتى لو من وجهة نظر البعض كان ممكن بيكون شايف إن في طريقة أذكى وأفضل للوصول للحل. هي كانت وجهة نظره إن التوحيد في طريقة الكتابة أو في أسلوب التكويد هي أسهل للصيانة والقراءة والفهم من إن كل مطور لو اتساب إن هو يكتب على مزاجه. هو كان شايف إن الكود مش بيتكتب بس علشان يشتغل، لأ هو بيتكتب كمان علشان يتفهم، وهي وجهة نظر يعني valid جدا. يعني تخيل لو أنت عندك شركة كبيرة فيها جيش من المطورين وشغالين كلهم على مشروع واحد، هتيجي تبص بعد فترة على المشروع ده هتحس إن هو كأنه جزر منعزلة، كل موديول أو كل جزء من الكود مكتوب بطريقة وبأسلوب وبفلسفة مختلفة، فبالتالي الصيانة كانت هتبقى أصعب من لو إنه كله ماشي على نفس السيستم أو ماشي على نفس الأسلوب. وممكن يكون عند بعض الناس بيكون في خلط ما بين اللي أنا قلته ده الخاص بمبدأ DTS TTCBW وبين مبدأ تاني اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو مبدأ يجني. بس في يجني هو ما بيقولكش ابدأ بالبساطة، في يجني بيقولك ما تبدأش بحاجة أنت مش محتاجها، أو ما تحطش حاجة أنت لسه مش محتاجها، ما تحطش حلول وسيناريوهات افتراضية لسه مش موجودة على أرض الواقع. في حين ان ال DTS TTCBW بيقول لك ابدأ ببساطة، ابدأ بالحاجة اللي ما تعقدش الدنيا، ابدأ بالحاجة اللي انت تعرف بعد كده لو احتجت ان انت تطور عليها يكون سهل ان انت تطور عليها، او لو احتجت حتى ان انت تهدها عشان تبنيها من اول وجديد بلوجيك مختلف او بفلو مختلف، هيبقى الدنيا سهلة ان انت تعرف تعمل ده بدون تعقيد. ولو تفتكر المرة اللي فاتت لما شرحت لك عن الموديولز بتاعت شركة جوجل إن هي كل الموديولز دي بقى ليها ما يبررها، هي ما بدأتش كده، هي بدأت شركة جوجل كشريط بحث أبيض، وبعدين لما احتدمت المنافسة بدأت بعد كده تطور من الكود بتاعها، بدأت بعد كده تزود موديولز، بدأت بعد كده تزود لايرز، بس كل حاجة ليها الهدف بتاعها، كل حاجة ليها السكوب الواضح بتاعها، وكل حاجة ليها المبرر بتاعها. ولو رجعنا قبل كده شوية كمان لو تفتكر الحلقة الأولى من مبدأ دي تي اس تي تي سي بي دبليو قلت لك ما تستسهلش، مش معنى إن المبدأ بيقول لك أبسط حاجة تخدمك دلوقتي فتقوم تعمل سكيب للايرز في النص أو حاجات أنت محتاج إن أنت تعملها تحت ذريعة أو تحت غطاء أو بحجة دي تي اس تي تي سي بي دبليو إن أنت كاتب أبسط حاجة وأسهل حاجة تشتغل دلوقتي. وخليني اديك مثال يعني يوضح لك اللي انا محتاج ان انا اوصله لك. هنفترض ان في مطور جاله تاسك عباره عن هيعمل اي بي اي، من ضمن الانبوت بارامترز بتاعت الاي بي اي دي ان هو يستقبل ايميل ادرس مثلا. ففي مطور اخذ التاسك وعمل الكود وسلم التاسك ان فعلا التاسك بياخد الريكوست ويرجع ريسبونس وتمام الدنيا شغاله وكل حاجه. بس تيجي تعمل تيست للاي بي اي تلاقي مثلا ان انت لو بصيت في الايميل في حقل الايميل مثلا رقم يقبله عادي، لو بصيت invalid ايميل فورمات هيقبله عادي. ده كده مش ابسط حاجه تخدمك دلوقتي، ده كده انت عملت سكيب اللايرز كتيره قوي في النص، ما كانش المفروض ان انت تعمل لها سكيب بحجه دي تي اس تي تي سي بي دبليو. نفس المثال بس مطور تاني جاله التاسك نفس التاسك بس عمل المطلوب منه، هو كتب اسهل كود يشغل الموضوع، اسهل كود يخدمه دلوقتي اللي يوصله للنتيجه ان الاي بي اي تشتغل، تاخد الريكوست وتعمل عليه البروسيسنج الصحيح وترجع الريسبونس الصحيح، عامل الفاليديشن، عامل اللايرز، عامل كل حاجه زي ما هو مطلوبه منه، بس ما عقدش الدنيا، ما عملش ابستراكشنز مش مطلوبه، ما عملش اللايرز مش مطلوبه، ما عملش اوفر انجينيرنج لاي بي اي سمبل، بس هو عمل الاي بي اي نفسها صح، عمل الفاليديشن صح، عمل الاوثنتيكيشن صح، عمل كل حاجه صح، بس من غير ما يوسع الدنيا ومن غير ما يوسع حاجه مش مطلوبه منه دلوقتي. لو ربطنا يجني مع دي تي اس تي تي سي بي دبليو ان هم بيكملوا بعض، واحد بيقول لك ما تعملش حاجه مش مطلوبه منك بس، والتاني بيقول لك ابدا بالبسيط بس ما تستسهلش وما تشيلش لايرز المفروض ان انت تحطها في حسبانك وانت بتشتغل لمجرد ان انت بتكتب اسهل حاجه ممكن تشتغل. ده هيشتغل وده هيشتغل. لو رجعنا للحلقات اللي قبل كده في مبدأ يجني ان هو طريقه تفكير المبرمج هي اللي بتفرق مبرمج عن مبرمج، هي اللي بتفرق التراجكتوري او معدل التطور الخاص بكل مبرمج، هو بيفكر ازاي، هو بياخد التاسك لما بيجيله بيعمل الاناليسيز ازاي، بينفذه ازاي، بيسلمه ازاي، ده اللي بيفرق مطور عن مطور. فهم المبدئين محتاج ان انت تحطهم يبقوا في دماغك طول ما انت شغال، يبقوا دايما جزء من تفكيرك وانت شغال. واحد بيقول لك ما تفترضش حاجة مش موجودة، والتاني بيقول لك اعمل البسيط بس ما تستسهلش.
ده اللي أنا كنت عايز أقوله بالنسبة للمبدئيين، عشان كده أنا حبيت إن هم يكونوا ورا بعض، لإن هم مربوطين ببعض. ممكن يحصل لَبْس عند بعض المطوّرين إن الاتنين تقريبًا بيتكلموا في نفس الجزئية، بس هو في اختلاف طفيف ما بينهم، ده اللي أنا حبيت إن أنا أوضّحه في الحلقة دي. وأنا كده خلّصت كل اللي أنا كنت عايز أقوله على DTS TTCBW. المرّة الجاية هاكلمك عن مبدأ جديد، وأنا عادل مصطفى وأشوفك قريب.